عملتي فيديو يا ساره قلتي فيه الحب مش كل حاجه، نتجوز بناء على ايه او ازاي نختار شريك حياتنا بشكل صح؟ انت شايفه معدلات الطلاق عامله ازاي؟ فيا ريت في خطوات كده تقولي للناس يعملوا ايه عشان يختاروا شريك حياه يكملوا معاه. بصي، هي العلاقه السويه الصحيه محتاجه ثقه واحترام واهتمام. جميل. الست بتحتاج احتواء، الراجل بيحتاج تقدير، يحس ان هو فيكسد مان. يعني بيعمل لها حاجات بسيطه بتفخمه كده، بتقدره كده، فاهمه؟ بتديله، فاهمه؟ الراجل بيحب جدا التقدير، بيحب ده. لو الست اديته التقدير الراجل بيديها كل حاجه حلوه، بيديها كل حاجه حلوه. مبدئيا كده لازم الاثنين يكونوا بيثقوا في بعض، ما بيشكوش في بعض. لازم دي من اهم البنود. تاني بند ان هم الانترستس بتاعتهم، الاهتمامات بتاعتهم لازم تبقى مشتركه، لازم مش على الاقل حتى مش متناقضه، مش متناقضه. ولازم يكونوا بيحبوا الحاجات دي لبعض. يعني انت محتاج تعمل ده، اعمل ده. لازم يكون كل واحد ليه البرايفسي بتاعته. يعني مثلا عندنا دراسه كده في علم النفس بتقول لك ايه، ما ينفعش الست تمسك موبايل الراجل من غير ما تستأذن. ده حقيقي. ده حقيقي. انا ممكن اقول له ممكن امسك موبايلك، هو وافق اوكي، ما وافقش بحسسه ان انا متضايقه، بحسسه. كلمه انت دايما انا بلوم عليك، انت عملت، انت سويت، انت اقلبها بانا. انا هرتاح لو عملنا كذا، انا هرتاح لو قعدنا انت ما اديتنيش الموبايل. بالظبط. صح. لا انا هرتاح لو انت عملت كذا. بالظبط. اللي هو كلمه انا وانت ما بينهم شعره واحده بس. بس لو انا ركزت ان انا مش هيطلع اليات الدفاع النفسي والهجوم اللي بيبقى على الست. ده حقيقي. فبتبقى اهدى شويه، وبتبدا ان هي تديله احساس ان انا هكون مرتاحه اكتر لو عملت كده. دي مثلا. الحاجه الثانيه ان هم ما يخبوش على بعض حاجه، في اسرار تكون ما بينهم العالم كله ما يعرفهاش. حته الشغل هي بتقدر شغله قوي وهو بيقدر شغلها قوي. بيشتغلوا الاثنين على نقاط قوه بعض. انت عندك الحته دي حلوه، تصدقي انا اكتشفت ان صوتك حلو. اكتشفت على فكره ان انت بترسمي، انت ممكن تروحي تقدمي في كورس على فكره وتنمي ده. ده الراجل الشاطر اللي بينمي الست اللي معاه. ونفس الكلام الست، ان هم كل فتره لازم يفصلوا، لازم ياخدوا بعض ويسافروا. ده المتجوزين علشان يحافظوا طبعا، عشان أكيد يكسروا الملل. قبل ما يناموا لازم يقابلوا بعض كده. يومك ايه كان عامل ازاي، ايه اخبارك، كويس. لو في خناقه، لو في حاجه لازم تخلص قبل ما يناموا. في وقت لازم الست تبقى متعلمه، لان احنا مشاعر متحركه، امتى اتكلم وامتى اسمع. صح. يعني امتى اقول لك رايي افكس معاك حاجه، وامتى ان انا اسكت خالص لان ده وقت سكوت ليك. امتى لما اجي اطلب منك حاجه ابقى عارفه ان ده الوقت المناسب. صح. يعني ما يجيلوش مثلا وقت ماتش انا عايزاك في حاجه قوم رد عليا، بصي هيروح هدفها. هو انا ولا الماتش كمان ساعات بنحط نفسنا في مواقف فعلا بايخه. انت ليه تقارني نفسك اصلا بالماتش؟ بالظبط يعني كده. او مع اصحابه، او انا او مامتك برضو. دي مشكله جدا عندنا في مجتمعنا من زمان. دي حاجه للستات، وبجد بجد نصيحه من قلبي ليهم. في 4 حاجات لازم تكوني عارفاها. اتعاملي مع الراجل اكنه فيكسد مان. 2، احترمي خصوصيته، اديله وقته. ليه وقته مع امه، اهله، ليه وقت مع اخواته، مع اصحابه، في شغله، تجارته، مع ربنا. وليه هو الزوم بتاعته، قوقعته، انا عايزه اقعد لوحدي. لو هي احترمت الجزئيه دي، لو هي كانت معاه بجد واثقه فيه ومدياله الحريه بتاعته، والله الراجل هيشيلها في عينه. ده حقيقي. ده حقيقي.